السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي ان شاء الله. شهيوة ضمن الشهيوات الرمضانية. اليوم غنقدم لكم هاد المسمنات بريستيج اللي كنتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كتخدم الطلبيات فتقدروا تدرجوهم ضمن الطلبيات ديالكم، كيجيو روعه تحميره الوجه ومطلوبين بزاف بزاف، يعني على ضمانتي كيطلبوا بزاف بزاف نظرا للثمن ديالهم كيكون شويه قليل وكيكونوا لذاذ، يعني بالمقارنه مع الجوده ديالهم واللذه ديالهم يعني كيجيو روعه والناس كطلبها سيرتو في هذا الوقت يعني ديال الغلا. يعني الناس كتقلب على شي حاجه شويه رخيصه باش تقدر يعني تنجم راسها. فهاد المسمنات كيجيو روعه صراحه، كيجيو رائعين، كيتقاموا اقتصاديين، تقدروا يعني تربحوا منهم يعني القليل. اللهم كان دائما كنقول اللهم قليل مداوم ولا كثير ومقطوع. يعني حتى الناس اللي كدير الطلبيات كنتمنى يعني الربح ديالها يكون يعني في متناول الجميع، يعني ما نكثروش شويه على الكليان، فالناس تاخذ عندك وانت تبقاي تستمري في الطلبيات ديالك. فهاد المسمنات ان شاء الله تقدروا كذلك تحضروهم. المائده الافطار ديالكم تنوعوهم بها، راه كيجيو روعه ان شاء الله. غادي نخدموا اول حاجه، غادي نخدموا الحشوه باش تبرد لينا. يعني الحشوه ضروري نخدموها هي الاولى باش تبرد، بما وجدنا العجينه اللي كتجي رائعه وكما قلت لكم مقرمشه ومورقه. هنا الخضره اختياريه، فهنا خدمت بالجزر، خدمت بالكورجيت، وكذلك خديت واحد نص فلفله ونص بصله. الفلفله اختياريه، انا كنقولها ديما لان الفلفله كانت عندي فاش كانت شويه طايحه في الثمن بقات عندي في الثلاجه، يعني كنخدم بها مره كنلوح واحد نص فلفله في الحشوات ديالي. يعني اختياريه، ما تقدروا ما ديروهاش نهائيا نظرا للغلاء ديال هاد الفلفله هاد الوقيته. يا لا طاحت لكم في الثمن ان شاء الله لما لا تقدروا تنوعوا بالفلفله الصفراء وحمراء وداك الشيء. المهم حاليا انايا خدمت بهذا النوع ديال الخضار، درت جزره، جوج ديال لي كورجيت، نصف فلفله خضراء ونص بصله حتى هي اللي شلت الترقيق بطبيعه الحال. خديت واحد 3 ديال لي كورنيشون قطعتهم رقيق. غنبدا نوضع العطريه من بعد ما هبطت لي الخضره في الزيت. 2 معالق ديال الربيع، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال بطبيعه الحال الاعشاب المنسمه، شويه ديال الملح وصوص دو صوجا بطبيعه الحال. هذه هي العطريه اللي خدمت، شويه البزار بطبيعه الحال. المهم الناس اللي ما كتبغيش العطريه بزاف راه تكتفي بالبزار، الملحه وصوص دو صوجا. الناس اللي يعني وشويه ديال الزعتر ولا الاعشاب المنسمه الا تواجدت عندكم. بالنسبه للعجين غتكون عجينه عاديه ديال المسمن. كناخذ مثلا خديت زلافه ديال الدقيق الفينو، كناخذ النصف ديالو، عفوا زلافه ديال الدقيق الابيض كناخذ النصف ديالو ديال الفينو. يعني دائما الدقيق الابيض كيكون مضوبل على الدقيق الفينو. خديت هنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، الملح اللي كيبقى حسب الذوق، وواحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه. ما تكثروش الخميره البنات لان ما غرضنا به ما يخمرش. تقريبا نصف ملعقه صغيره الا كان بطبيعه الحال سخون، كان الحال بارد راه كتزيدي شويه ديال الخميره. المهم هنا كندلك العجينه ديالي مزيان مزيان وكنخليها ترتاح. انا بالنسبه لي كنخلي العجينه ديالي ترتاح واحد البلاستيك الغذائي حتى كتطلق في بعضياتها، يعني كتجي ساهله في التوراق. من بعد كناخذ العجينه ديالي كنقطعها الكويرات. الكويرات البنات يكونوا شويه صغار باش المسمنات يجيكم صغار ومتيولين، وبطبيعه الحال تقدروا يخرجوا لكم واحد اكبر عدد ممكن وتقدروا يعني تربحوا فيهم. بالنسبه لهاد القياس هذا تقريبا خرج ليا واحد 14 مسمنه. هذا القياس ديال زلافه ديال الدقيق الابيض مع نصف زلافه ديال الدقيق الفينو، وخرج لي تقريبا 14 مسمنه. يعني الا خرج لكم قل عرفوا راسكم راه كبرتوا شويه الكويرات، حاولوا تنقصوا منها. كنحاول نقاد الكويرات ديالي باش يجيو مقادين في الحجم. الناس اللي ما كتوفقش باش تقاد الكويرات ديالها من الافضل تخدم بالميزان باش يجي هذاك الشيء هو هذاك مقاد. سيرتو انا كندوي سيرتو على الناس اللي كتقدم الطلبيات، اللي كتخدم الطلبيات. اما الناس اللي باغا غير توجدها لحال كتزين بها مائده الافطار فماشي مشكل. الا جات شي وحده كبر من وحده راه ماشي مشكل، ولكن الناس اللي كتقدم الطلبيات داك الشيء راه خصو يكون مقاد متول باش ما تضيعي حتى شي واحد. غادي نحتاج واحد الكميه من الزبده بطبيعه الحال اللي غندوب وغنخلطها مع شويه ديال الزيت والدقيق الفينو اللي غنفرق به العجينه ديالي. كاين اللي ما كيخدمش بالدقيق الفينو، انا خدمت به جربته وبقى معتمد عندي لان جاتني العجينه ديالي مورقه اكثر. ما كنخدمش بلا به، يعني هو كيجي العجينه ديالو مورقه اكثر. جربوا ان شاء الله ردوا عليا الخبر. كنطلق العجينه ديالي على شكل مربع، كندهنها بالزبده وكنرشها بالدقيق على الشكل اللي كتشوفوا فيه،
وغادي نطويها على شكل مسمنه ونخليها على جنب، وكنبقى مستمره حتى كنكمل العجينه كامله. في اخر لحظه يعني ملي كنحس بالخضره راه بردت ليا، كنضيف واحد البواطه ديال الطون، اي طون كتفضلوا البنات، يعني ما تلتزموش بشي طون يكون غالي، اي طون راه غيخدم ليكم. وكنحرك يعني كنخلط العناصر باش تنسجم، وكنبقى مستمره في الخدمه ديالي. كناخذ المسمنه يعني والحمد لله. هنايا يعني اش بغيت نقول لكم، يعني بالنسبه الحشوة، يعني حاولوا ما امكن اي حشوه تكون في المتناول ديال الجميع. هنا راه ما وضعتش الشعريه الصينيه. الناس اللي بغات توضع الشعريه الصينيه باش يجيها شويه مسمن منفوخ ماشي مشكل، حتى هي تضيفها تزيدها. شتو الحشوه انا خدمت بها غير الخضره فقط، يعني حاولت نحيد ما امكن، نقص يعني شويه من يعني من المصاريف شويه. المهم الناس اللي كتاخذ الطلبيات راه زيد الماء زيد الدقيق، زدتي الشعريه الصينيه زيديها على الثمن ديالك في بيع المسمنات. هنا راكم شفتوا كملت المسمنات ديالي كاملين، حطيتهم على جنب يرتاحوا. غناخذ المسمنه الاولى اللي بديت بها، غنضغط عليها غير شويه. الناس ما تضغطوش عليها ترقوها حتى تعود رقيقه، غير شويه صافي. وغنوضع الحشوه في الوسط. هنايا راه غنحاول نقسم الحشوه ديالي، هنايا عندي 14 مسمنه، غنقسم الحشوه ديالي 14 الجزء صافي. هادشي اللي كندير. غادي نسد على شكل ظرف وكنضغط شويه، وكنسد بواحد الطريف ديال الزيتون بطبيعه الحال، وغنوضع على جنب. غنخدم معكم وحده اخرى. هانتوما كنحاول نطلقها بشويه ديال الزبده والزيت اللي بقاو ليا. هانتوما يعني كنطلقها غير شويه، ما كنرققهاش نهائيا. غادي نوضع واحد المعلقه، راك شفتوا معلقه صغيره. كيف ما قلت لكم هنا الحشوه كتجي قليله. الا وضعتوا الشعريه الصينيه راه غتجيكم المسمنه شويه منفوخه وكتبان شويه كبيره فقط، هذا هو الفرق. صافي هنا راه كنضغط شويه على هذيك المسيمنه ديالي، وكنوضع واحد طريف ديال الزيتون باش كتسد ليا، يعني ما كتحلش ليا في الطياب. وكنبقى مستمره حتى كنكمل المسمنات ديالي كاملين. حاولوا تكونوا سرع شويه لا كان الحال سخون، لان غرضنا به ما يخمرش بزاف. هنا من بعد ما ساليت مباشره، يعني ما تسنيتوش حتى خمر، كناخذ واحد الصفر ديال البيضه ولا بيضه كامله، كنوضع عليها واحد 2 معالق ديال صوص دو صوجا بحال ما هكا باش كيعطيني اللون. كذلك كندهن به المسمنات ديالي بحال هكا دهنه خفيفه على هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. يعني المهم نتوما اي حاجه بغيتو ما متوفراش لكم صوص دو صوصا، بغيتو غير تدهنوا بالبيض بوحدو، فما كاين حتى شي مشكل. تقدروا ديروا البيض وشويه ديال القهوه ولا البيض بوحدو، راه ما كاين حتى شي مشكل. المهم حنا غرضنا غير باللون ولا بغيونس ديال المسمنات ديالنا. بالنسبه للثمن باش تخرجوا هاد المسمن، كتجمعوا بطبيعه الحال المصاريف شحال تقاموا عليكم وتقسموهم على عدد المسمنات اللي خرجوا لكم بطبيعه الحال، وكتبيعوهم بالصحه والراحه. لان كل واحد يعني على حسب الحشوه اللي غيخدم بها وعلى حسب المنطقه اللي ساكن فيها بطبيعه الحال. فهذه كتبقى هي الحل المناسب للكل. حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي لا ذكري لنا الثمن، ولكن انا نقول لكم انا واحد الثمن مسلكني بهاد الحشوه اللي خدمت مثلا يقدر ما يسلككش نتيا زدتي الشعريه الصينيه، زدتي واحد العنصر واحد اخر. اللهم كتشدي العناصر كامله، تاخذي ورقه وسيروها غندير هاد الثمن كنقوم كل شيء. ها شحال كيخرج ليا، خرج ليا مثلا 14 مسمنه ولا 20 مسمنه، كنقسمهم وكنبيع الحمد لله. يعني يعني بطبيعه الحال بعد ما كتضربي المقادير، يعني كتزيدي المقادير كتضربيها في جوج، يعني ملي كضربي في جوج كتحاولي توزعي على عدد المسمنات اللي خرجت لك صافي، وكتبيعي بالصحه والراحه. يعني هكا راه ان شاء الله غيخلي لك واحد النسبه ديال الربح غتكوني انت راضيه عليها، وغيكون الزبون ديالك حتى هو راضي عليها. يعني ما لا ضرر ولا ضرار. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.